اوكي، هسه عندنا هذا الفيديو الجديد. اخذت قبلها 4 لقطات محيطية، اليسار والقدام واليمين والفوق. هذني اقدر استخدمها كمصادر انعكاسات. وايضا عندنا هذا الفيديو. اوكي، مثل ما تلاحظون انا حاليا بالشركة عندي هاي اللوحة الجميلة. خلينا نسوي لها هيجي واحاول اثبت الكاميرا مالتي على المنطقة مالتها، وهسه حتبدي تطلع طوبات منها مثل ما تشوفون، طوبات قاعد توقع. اقدر اخليه اعلان لاي منتج حرفيا، فاتحرك حولها، احرك رجلي مثل ما قلت لكم قبل، وهسه حتقرب عليها بهالطريقة. اجي ففيديو لطيف. خلينا نطفي صوت الديسكتوب حتى ما يضوجكم. فنجي لافتر افكت نيو بروجكت، نسوي فايل امبورت فايل، او قبل نسحبه ونلزقه. حلو، نلزق. هذني بعد ما يحتاجهن. فهسه ننسخ المكان الفولدر هذا، نسوي سيف لهذا الفايل بالمكان الجديد، وهذا اجيبه والزقه هنا. حيسوي لي كومبوزيشن اوتوماتيكيا. هنا كاتب لي فريش ديسيبلد ريليس كابس لوك. فايش اسوي؟ اطفي الكابس لوك اللي تحول الاحرف مالتي الى كابيتال. فادوس عليها هيجي يشتغل عندي طبيعي. ادوس سبيس حيشتغل. شنو حنسوي هسه؟ حنسوي كم شغله تختلف. اولا هذا ادوس عليه رايت كليك وانطيه بري كومبوز وادوس اوكي. ايش سوى؟ سوى لي كومبوزيشن جديده لهذا الفيديو، يعني صارت كومبوزيشن داخل كومبوزيشن. زين، كومبوزيشن احنا نشتغل بيها، وكومبوزيشن الثانيه راح افوت عليها دبل كليك. اولا خلينا نشوف الفرق بين اساميهم. هذا طبيعي مالتنا اللي هسه احنا بيه. اول شيء اسويه انه طبعا الفريمات اخليها 30 طبيعي، وهذا همينه 30 طبيعي. حلو. الكومبوزيشن الجديده حفتحها، اختار الفيديو مالتي وانطيه كونتراست. ابحث بالافكتات، بالافكتس اند بريسيتس كونتراست، اجيب برايتنس اند كونتراست، اجيبها والزقها عليه. ازيد الكونتراست حيث الفيديو مالتي يصير حاد. ما تشوفون الحدوده هاي شو تسوي؟ بشنو تفيدني؟ تفيدني بالتراكنج، بحيث البرنامج راح يبدي يلقط النقاط بشكل افضل. واقدر اضيف لها هم انا شاربن، اجيبه والزقه، يعني تنضاف جوا. اقدر ازيده، ده ينطي شاربنس للاماكن. بس الشاربن يعني احتمال يخرب عندي فيديو مرات، فما هستخدمه. زين، هل اني حيبقى الفيديو مالتي هيجي؟ لا طبعا، هذا فقط للتراكنج، فقط حتى النقاط بالتراكنج تلقى الشكل او تلقى النقاط بشكل افضل. زين، انا ليش سويت بري كومبوزيشن؟ ليش ما سويت على الفيديو يعني قبل؟ لان اذا سويت على الفيديو قبل وسويت له تراك كاميرا، التراك كاميرا راح تتجاهل الافكتات ذني، الا اذا كان في داخل كومبوزيشن ثانيه. يعني هسه احنا مدام سوينا كومبوزيشن ثانيه، خلينا نرجع للكومبوزيشن الاصليه مالتنا اللي هي هاي، اللي بيها فيديو بري كومبوز مالتنا. هسه اقدر اسوي تراك كاميرا، بس هسه حيبدي انا انالايز. حدوس كانسل، اوخر هذا، حدوس كانسل. ليش؟ اروح بالادفانسد وحشغل ديتيلد اناليسيس، اشغلها. هيك حيطول الفيديو عندي اكثر، واني عندي دقيقه، يعني نقدر نقول حي طبعا باعوا 1800 فريم، فشي جدا هواي. طبعا احنا حنقص الفيديو، ما حنشتغل عليه كامل، فباقي 15 دقيقه. نشوفكم بعد 15 دقيقة بعد ما يكمل التراكنج، وهذا التراكنج حيطلع مضبوط أكثر بهواية من التراكنج السابق. لكن لأن أنا مصور بتليفون مثل ما تلاحظون الجودة خايسة، إذا صورت بكاميرا طبعا حتطلع جودة أفضل. هنا كمل، فأختار الفلتر مالتي، أضيف لي أي شيء. يعني القاع مثلا، خل أضيف لي، الله بعد القاع شلون نظيفه، شلون تراكنج مضبوط. رايت كليك أسوي لي تكست، وهنا همينة حسوي لي تكست مثلا. هنا رايت كليك
create text وامشي بالفيديو اشوف هل بي اغلاط، اشوف انه جدا مضبوط، لا يعني جدا جدا مضبوط. زين المضبوط هاي شلون اقيسها؟ هنا يكتب لي average error بالادفانسد. average error يعني نسبة الخطأ. نسبة الخطأ 2%، ممتاز يعني 2 بكسل قصدي، ممتاز. هسه لما اصغرها الى 1080 حيصير نسبة الخطأ عبارة عن 1 بكسل. خل اجي اشوف ازوم، اشوف هل اكو حركة زايدة منا مضبوط 100%. لكن شنو نقدر نضيف؟ نقدر نضيف له موشن بلور مثلا، فهاي بالتوجل نشغلها، وعندنا هاي القطعة لطيفة نضيف لنا تغويش مال الحركة إذا نشغلها، هيك حيصير عندنا تغويش مال الحركة ويا حركة الكاميرا. يا الله جميل جدا. خلينا نشوف هنا. خرافي. زين خلينا نقارن. عندنا هنا الاكس صاير بهالمكان، خل اختار التكست مالتي انطيه بالترانسفورم اوباسيتي اقلله شويه، لا الثاني مو هذا، هنا ترانسفورم مالته اوباسيتي اقلله شويه. حلو. خلينا نحفظ المكان مالته هذا هنا، نجي هنا نقارنه باختلاف. اوكي دا يسوي لي اوتو سيف باختلاف، فيعني هاي النقاط ما تصح انه استخدمها، لازم القى لي غير نقاط مضبوطه اكثر. بس خلينا نجي هنا نشوف الاكس مالته طالع شويه فوق الحافه السوداء، خلينا نجي نقارنه هنا شويه طالع فوق الحافه السوداء. حلو. نجي نقارنه هنا مضبوط بس باختلاف بسيط. فطبعا هذا اختلاف على حسب الوقت، كل ما زيدت الوقت حيزيد الاختلاف. فشنو لازم نسوي؟ لازم نحدد هل نريد الفيديو مالتنا بالجزئية الثانية اللي هو لما عدنا الفيديو، لو تريدوه بالجزئية الأولى. أنا صورته مرتين لكن على نفس اللقطة. ليش على نفس اللقطة؟ حتى يطلع تراكينج مضبوط، كل ما زاد الوقت يطلع مضبوط أكثر، لكن يصير اختلاف على مدى الوقت. كل ما زاد الوقت طبعا حيفهم المشهد أكثر. بس اذا انا اظل اتقدم وارجع واتقدم وارجع ما دا اضيف له معلومات جديده، يعني انا بس تقدمت ها هي فالمعلومات مالتي اكتملت. فاني اقول انه اقدر اسوي فيديو مالتي من البدايه هنا، يعني لما خليت ايدي قدام القطعه هاي هنا وبديت اسحب واجيب. خلينا نتعلم شغله سريعه لطيفه. اول شيء بعد ما كملنا تراكينج نقدر نستخرج منها كامل المعلومات. فاني هسه اختار الفكت مالتي واقدر اختار لي مجموعه نقاط ذني اللي هي مال قاع مثلا، ذني رايت كليك كريت 27 نل. الله هوايه بس نحتاجهم. خلينا نجي هنا نختار ذني رايت كليك كريت 61 نل، لا هوايه بس نحتاجهم حتى ننقل كامل المعلومات الى بلندر. خلينا نختار ذني، طبعا بدأ الافتر افكت يعلق. رايت كليك كريت 13 نل. هسه بس نختارهن ذني كلهن، طبعا كلش هوايه. بدأ يعلق فايل سكريبت، اختار سكريبت مالتي، اختار له مكان اني مسيف هذا المكان ونفس الاعدادات، ادوس اكسبورت. يقعد يلود، يقعد يحمل، يقعد يعلق. اتوقع خلص، خل اتاكد اي هياتها موجود. جميل جدا. نرجع بالافتر افكت ذني كلهن اسوي لهم ديليت، خلي يولن، اسوي لهم ديليت. اي هسه مسحن. هسه هذا راح اطفيه واجيب لي الفيديو مالتي الاصلي واخليه اللي هو بدون تعديل. لطيف.
طبعا استخرج منه نسختين بالويندو كيو، واحد ب5 ميجا بايت، واخلي القياس مالته 1080 وادوس اوكي. الثاني واحد اخلي القياس مالته 40 ميجا بت، او اي 40 ممتاز. الاوتبوت مالته اقدر احدد اي مكان اريد، بس حاليا ما اتوقع احتاج الهاي كواليتي، يعني اقدر اشتغل على الفيديو مالتي طبيعي فيديو هاي كواليتي، فلان هو اصلا السورس المصدر فدائما حيكون هاي كواليتي، فهذا حنطيه اسم لو كواليتي، وطبعا اختار الفولدر مالتي وادوس سيف، اسوي له ويندو سريع. اوكي لطيف، هنا كمل الويندو مالتي، طلع لي فيديو لو كواليتي اقدر استخدمه، حجم مالته 39 ميجا بايت، شوية عالي هو بس طبيعي، هنا جدا مناسب. حلو، بس قبل لا نبدي خل نروح للكومبوزيشن مالتنا، نختار الافكت مال 3 دي تراكر ونختار ذي النقاط ونسوي لها تكست، ندوس على التكست مالتنا نحركه منها شوية. حلو، الفيديو مالتي هدوس كنترول دي، كنترول دي تسوي دوبليكيت، اجيبه واخليه لي فوق. ايش حسوي له هسه؟ حمشيه لهنا، شو وقت تظهر ايدي؟ تظهر ايدي هنا، راح ادوس كنترول شيفت دي واني هنا بهالمكان، حيقص الفيديو هذا قديم، حمسحه واوصله هنا وارجع اقصه واشوف وين بعد تظهر ايدي. هنا تظهر ايدي، فهنا كنترول شيفت دي وهيجي كنترول شيفت دي، هذا حمسحها وهذا حمسحها، انا صارت عندي لقطتين مال ايد. هسه عندي اداه لي فوق مثل ما تشوفون، اداه وسم على بشر، اختارها وادوس دبل كليك على الفيديو مالتي. طبعا لازم احدد الفرشه مالتي اول شيء، الفرشه اي فرشات يسموها. عندي ادوات البرشز، فاقدر اختار لي اي برش منها، اقدر اكبرها، اقدر ازيد الدايمتر مالتها تكبر، وارسم على ايدي بهالشكل. هنا دا يقول لي فريم ريت مس ماتش، يعني الفريم ريت مال هذا الفيديو مو نفسه مال هذا الفيديو. زين، يا ذكي يقول لي شلون احل هاي المشكله، انا اقول لكم. نرجع بالكومبوزيشن وادوس رايت كليك بريكومبوز، بس هالمره اختار ثاني خيار اللي هو move all attributes into a new composition، يعني كل الاعدادات اللي طبقتها هنا وديها للكومبوزيشن، وهمينا حيعدل لي الوقت مالته، فيج سوالي كومبوزيشن هنا، وهذا همينا حغيره حيسوي لي كومبوزيشن جديد. هسه بهاي الاداه ادوس دبل كليك على هذا، اقدر ارسم واقدر ارسم بالسالب، ما ادري يشتغل فاك. اوكي ليش ما ادري يشتغل همينا؟ خلينا نرجع للبروجكت ونشوف الفريم ريت مال الفيديوهات الجديده. اوكي هياتها، رايت كليك كومبوزيشن اخلي فريم ريت 30، اقول له اوكي لا تخاف مو مشكله. هنا همينا فريم ريت اخليه 30، حنسخ ال 30 حتى الباقيات همينا اطبق لها نفس الشيء. بالضبط هيجي. هسه خلينا نجرب، ندوس عليه دبل كليك واحنا بالاداة مالته، نجيبه هيجي، الله حدد لي إياه بلون ازرق. زين شلون امسحها من هذا المكان؟ ادوس الت بالكيبورد، تلاحظون الفرشه مالتي تصير سالب، ارسمها بهالطريقه، وهذا همينه هيجي بهالطريقه. طبعا انا بنص الفيديو ودا ارسم، مو بالبدايه ولا بالنهايه، هيجي بشكل رف خلينا نقول، بهالطريقه جدا ممتاز. حلو، هنا همينه نوخره
بس يجي حذف لي إياه، ارجع اسوي له سلكت حيطبق لي إياه بهالطريقه. هذا همينه حمسحه حشيله بهالشكل. ممتاز، اتاكد انه كله مضبوط ما بيه اخطاء. اشغل الفيديو حيبدي يعلق كلش هوايه، بس مثل ما تلاحظون دا يشتغل عندي. اوكي هسه حروح لبدايه الفيديو. هنا دا يكتب لي اوتو بوش بروباجيتنج، حيكمل الى 22 فريم. وحقدم الفيديو اللي قدام شويه اشوف شو وقت تبدي تطلع ايدي. ثم تلاحظون هو مختار لي اياها، فاشوف شو وقت تطلع عندي اخطاء. هسه هنا طلع عندي خطا شويه، فارسم، وهنا همين ارسم. خليني ارجع الفيديو اشوف شو وقت بدت هاي المشكله. خل ازوم شويه، عندي هاي اداه الزوم هنا. اقدم شويه لقدام، الاحظ انه فيديو جميل لطيف، عمليه روتوسكوبينج جميله. لكن عيب شنو؟ العيب انه ايدي مغوشه، فهذا شويه حيتعبني، لكن مو مشكله. ادوس الت او اخذ اختياري من هذا ومنه همينه لطيف. خل اتاكد منه. لا هيك يعني مسحت زايد، حدوس كنترول زد قبل لا امسح زايد واتحرك شويه حتى يحدث. اوكي هسه رجع لي مثل ما كان. ارجع ارسم خطوات ذني بهالطريقه، ومنها همينه. اوكي خلي ارجع اقدم. هنا propagating همينه. لما اكمل اتاكد انه كله كامل ومضبوط. شو اسوي؟ خلي كمل. هنا 3 4 5 6 7 8 9 10. عملية جدا بطيئة، عملية متعبة، لكن عملية تسوى. فهنا بعد ما كملت عندي هنا دقمة اسمها فريز، ادوس عليه كليك. حيقعد يعالج لي اياهن كلها بطريقة هاي كواليتي ويثبتهن بعد ما تتعدل. اذا اريد اعدله لازم ارجع هنا وادوس اون فريز، حيوقف لي التجميد. الفريز يعني تجميد. بهاي الطريقة اللطيفة. هنا كمل. طبعا حتى بعد ما سويت له فريز راح يكون همينه سيء. خل اتشيك حيظهر فوق. الله، بس عندي اختلاف بالوقت، هذا الشيء سيء. زين خل اطفي هذا واشغل بريفيو كومبوزيشن اشوف شنو الفرق مع الوقت. ليش هيك صار عندي فرق؟ هل اجرب اقدمه مثلا؟ لو ارجعه اوكي هيك صار مضبوط. يجوز انا حركته بالغلط. خلينا نشوف. الله الله. اوكي هسه خلينا نرجع التغويش مالتنا. بالاعدادات مالته صار عندنا بالافكتس اوتو اللي هو نفسه موجود هنا، بخيار اسمه feather، وعندنا كونتراست. الكونتراست حخليه 0. الكونتراست ينطي حدود حادة، فأنا حخليها 0. وزيد الفذر اللي هو ريشة يعني بالمعنى الحرفي، فهيك يرجع لي التغويش بشكل خفيف. عندي شيفت ايدج اللي هو تحرك الحافة، يعني مثل الثيكنس ببلندر، السوليديفاي باوفست، هذا نفسه. اقدر اتحكم بالاوفست اخليه يتقرب لي جوا او يبتعد لي برا. بس هذا يشتغل ويا كونتراست اتوقع. اشغل ازيد الكونتراست شويه، بس اقدر ازيده لو ارجعه. حبقيه هيجي مثل ما تشوفون صار عندنا تغويش لطيف، وهي حركه سريعه يعني طبعا حتكون بها اخطاء بس مستحيل تبين. يعني هسه هيجي انا اشوفها الصراحه فيديو بيرفكت. فهيجي تسوون عمليه روتوسكوبينج
بحيث صار عندنا طبقة الفيديو مالتنا، طبقة التكست، والطبقة مال الخلفية، وليس طبقة بيض. اعتذر على التحشيشات السيئة. هسه احنا كملنا هاي بس لتشرفكم. هذا الموضوع حتى بعدين من نجيب 3D قبل نلزقه ويشتغل. فادوس كنترول اس اسيف. وهسه خلينا نروح الى بلندر. طبعا دا اشتغل هذا البروجكت، خليني اسوي سيف واسوي لي بروجكت جديد. حلو. اوكي هسه شنو احتاج اسوي؟ طبعا اسوي اي ديليت، احدد القياس مالتي الى 348 62. اضيف لي او بدون ما اضيف كاميرا فايل امبورت الفايل مالتي، اروح للفولدر مالتي. الفولدر مالتي وين صار؟ صار بالديسكتوب، بالكورس، بالفي اف اكس نيو، الميديوم. هذا عبارة من الكاميرا خليتها بالعكس، فارجعه 348 خليه بالطول بهالشكل. اشغل الفيديو واشوف شو وقت ينتهي بال 1800. طبعا انا ما اريده كامل بالحد 1800. فاول شيء حسويه حاول اجيب الكاميرا، اشغل الباك جراوند ايمج، اضيف لي ايمج، اضيف لي موفي، افتح لي فيديو. الفيديو مالتي وينه الجديد اللي هو لو كواليتي. اوكي قاعد يلود. هي اللو كواليتي. لا ايش صار؟ اي اللو كواليتي اوبن كليب. الله، عندنا نفس المشكلة. فاقدر ادوس اي واحرك فريم لقدام واحد. هيجي مضبوط جدا يعني، بس شوفوا ايش قد مضبوط. لا عمي احنا فلوكس نفتهم ان شاء الله. عندي مجموعة نقاط كلش هواية. هسه اذا اجي منه وباوع على منه شكله مرتب، يعني شكله مسطح على امتداد واحد. لكن طبعا عندي كم نقطة خطأ، فاقدر اختارهم ذني. اكو بعيدات اكو قريبات. عندي هذا بعيد، عندي هذا بعيد، امسحهم. اوكي بالنسبة للأرضية خلينا نشوف القاع شلون صايرة. خلينا نرجع منه. عندي ذني، خلينا نشيكهن مضبوطات جدا. اوكي عندي بعيدات جدا سيئات، لكن حاب اقيهن كنقطة ريفرنس. ادوس كنترول اس اسيف الفيديو مالتي واضيف لي امتي. طبعا بس قبلها خلينا نسوي لنا مجسم بسيط مال القاع. فاختار هاي النقطة و F3 cursor to active، اضيف لي كيوب بيها. نفس الشيء هنا ونفس الشيء هنا او هنا. هاي النقطة جدا مضبوطة. F3 اضيف لي كيوب. اوكي هسه اختارهم كلهم لاني كيوبات. تاب ام ات سنتر، بالسنتر مع كل واحد لان المجسمات مفصولة. لو كانوا مدموجات كان دمجن هنا بالسنتر مالتهن. هسه ادوس كنترول جي بالاوبجكت مود وادوس تاب اي اف، اضيف لي هذا المسطح. شفت اي امتي كيوب اكبره جدا. طبعا بعض المرات انه الفيديو مالتي او النقاط مالتي جدا بعيده بحيث ما يبينن عندي، فاقدر ادوس ان وعندي بالفيو الاند اقدر اخليه مثلا 10,000 او 100,000. هيك ايش قد ما ابتعد حيظل يبين. اقدر ازيده كلش هوايه، بس يعني كل ما تزيدوا الدقه مال 3 دي حتقل. فحختار الامتي مالتي، اشغل المغناطيس، فيس الاين روتيشن، جي اخليه هنا، ار دبل زد، جي دبل اكس بهالطريقه، جي دبل زد. حلو كنترول اس. هسه شو اسوي؟ هسه اختاره كله اللي هن موجودات هنا، اجي منه وانزل انزل 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 وادوس شيفت وكليك على هذا. ما عدا الامتي، ما عدا الكاميرا قصدي. الكاميرا ما مختاريها مضبوط. اذا مختاريها تقدرون تدوسون بي ميدل ماوس وتسحبون عليها
هيوخر الاختيار منها. ادوس شيفت وعلى الامتي ادوس كنترول بي set parent to object. حلو، هسه هذا من حركه كله يتحرك وياه. alt G alt R واصغره بالاس بهالطريقه. خل اتقرب له. اوكي يمكن صار عندي بالمقلوب. بدوس R double X 180 واصغره. هنا وصلت الاصغر مربع بعد ما عندي مربع صغار. فهاي هيك كافي. ابغى من الكاميرا. هل اكو خطأ؟ كلا لا يوجد. هذا المسطح اختاره وابدي ابني. فحاليا احنا خلصنا نتوركينج. ادوس كنترول اس حتى اتاكد. وبالفيديو الجاي حنبدي بناء. طبعا العمليه اللي سويناها ولا شيء بيها جديد، كله نفس اللي سويناه قبل بالضبط. فلا حد يجي يعاتبني يقول لي ها سويت نفسه موجود بالفيديو السابق او بالجزء السابق. اوكي هسه خلينا نبدي بالبناء. ابوع بالكاميرا. هذا خلينا ننزله. ادوس تاب. اختار هذا وجي شيفت زد هنا. اتحرك. لحظة جدا مضبوط. هنا همين اجي شيفت زد. هذا اجيبه جي شيفت زد اخليه هنا. واضيف لي كنترول ار كليك هنا. وجي شيفت زد اخليه هنا. تأكد منه. مضبوط جدا. هسه اجيب ذني وجي شيفت زد بهالطريقة. شيفت زد اتأكد انه هو مشتغل. بس انا مشغل المغناطيس لان اني حشاية. جي شيفت زد اخليه هنا. وهذا اي شيفت زد اخليه هنا. يعني هيك على النظر مو شرط انه بيرفكت. ودوس اختار ذني ودوس اف. حلو لطيف. هسه اختار ذني اي شيفت زد واختار هذا وهذا وهذا. واي شيفت زد اخلي محاذاة الميز هذا. هل اشوف لي مكان مميز بي واضح؟ ماكو مكان. اوكي مو مشكلة. خلينا نرجعه. طبعا حلو بالبلندر تفوت ماوس مالتك منه يطلع منك. اوكي خلينا نختار ذا النيل عد وندوس اي شيفت زد هنا. كنترول اس. لطيف جدا. هسه خلينا نسوي الحائط. اختار ذا النقطتين واي زد. خلينا نشوف على محاذاة النقاط مالتي تقريبا. هختار الوجه هذا ودوس بي سelection. هسه هدوس جي شيفت زد وحرك اللي ورا واللي قدام لحد ما يظهرن ويختفن بنقطة مضبوطة بحيث يكونون متساويات عبالك بالنص. فهسه هو عبالك بالنص. خل ابرع من الكاميرا واحركه مضبوط جدا. خل اضيف له تقاسيم حتى اقارنه. ابرع بالاكس راي. نبدي نقارن مثلا نشوف انه مثلا شنو عندنا فشي مميز. اوكي حلو. عندنا هاي النقطة ويا هاي الحافة. فخل اختار هاي النقطة واحرك بالفيديو. الاحظ هل حيصير اختلاف؟ كلا لا يوجد. كلا لا يوجد. كلا لا يوجد. كلا لا يوجد. ممتاز. خلي ارجع التقاسيم ذني اوخرهن ارجع لهنا. وهيك البناء تقريبا كملته. اكو بقت كم شغلة اللي هي اولا عندي هذا الميز بحيث لو ارندر شادو كاتشر هسه حيتقاطع حيطلع قدام الميز. فاقدر اختار هذا الخط وهذا الخط مثل ما تشوفون. ابغى من الكاميرا ادوس اي زد. هذا شغل اكس راي حتى اشوف. اخليه هيجي لهنا. واي جي شيفت زد اخليه هنا. واي زد بهالطريقة. هاي النقطة خلي نصيها. هيطلع عندي بهذا الشكل. شكل سيء ولا يمثل الواقع. لكن هذا شو استفاد منه؟ خل اختاره. اختار ذني وجوه الجديدة. بي سelection وهذا اخليه هولد اوت اللي هو فقط شفاف بدون شادو. يفيدني جدا. شنو بعد يفيدني؟
ها هي. إذا صارت عندي مشكلة ويا هاي القطعة أقدر أسوي لها روتوسكوب وأخليها قدامها. وللعلم حتى هذا أقدر أسوي له روتوسكوب بالأفتر إفكت وأخليه قدامه، بس يعني ماكو داعي لأن سويناه كملناه. هسه خلينا نبدي نتونس. أول شغلة عندنا هاي اللوحة مالتنا، حدوس تاب وأقسم الفيديو مالتي حد ما يصير مثل اللوحة بهالشكل، فشي قريب يعني بهذا الشكل. خل اختار دني ودوس جي دبل جي دبل جي اللي هي تسوي سلايد بهالطريقة، وهذا همينه دبل جي، هذا همينه هيجي اباوع ودبل جي. اذا صار عندي خطأ مثلا هنا عندي خطأ اقدر اختار هاي النقطة وجي دبل جي بهالطريقة اثبتهن. خل احرك بالفيديو اشوف هل بيها مشاكل. لا يوجد. ممتاز. اوكي هسه شو اريد اسوي؟ اريد هذا المكان اللي سويته اسوي له بي سelection واختاره واضيف له قاطع هنا وادوس في حتى يفصله، وراها ادوس اي بي باي لوس بارتس. يجي ايش حيسوي؟ سوى لي هذا منفصل وهذا منفصل. طبعا هذا كله احنا تعلمناه قبل بالكورس مالتنا. اتمنى شديد الامتنان والتمني انه انتم ما سويتوا سكيب للكورس كله وجيتوا على الفي اف اكس مباشره، لان بيه معلومات جدا مهمه. انت ما تقدر تشتغل في اف اكس 3 دي اذا انت ما تعرف 3 دي. لازم تعرف 3 دي بعدين تشتغل في اف اكس. فهذا الاوبجكت مالتي اشغل الاوريجن واشغل المغناطيس مال الوجوه، ادوس جي واخليه هنا بالحافه بالضبط. نفس الشيء على هذا اخليه هنا. حكبر الاوريجن مالته وادوس الت ار حتى يصير بهالشكل، واسوي له تدوير منه واباوع منه واسوي تدوير وارجع اباوع منه واسوي تدوير لحد ما يصير عدل وياه. يفضل اكبره حيث اجي هنا من النهايه واعدله حيث يكون مضبوط وياه بهالشكل. حلو. انتوا تعيدوه 3 مرات ويضبط. فهذا همينه اكبره Alt R بهالطريقة، اسوي له روتيت منه وارجع اسوي له روتيت منه وارجع اسوي له روتيت منه، اباوع ارجع اسوي له روتيت لحد ما يضبط عندي. طبعا انتم من تسووا له من اكثر من مكان اوتوماتيكيا حيضبط. لطيف. اطفي الاوريجن، هذا فشي جدا مهم. هسه من ادوس ار زت حيفتح عندي مثل البوابة. لطيف كلش حلو. هذا ارجع بالكنترول زت واسوي سيف. هذا من حيفتح عندي مثل البوابة. طبعا انا حجيب طوبات منه وافوتهن. هسه حختار هذا واختار هذا وهذا 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 وادوس اي اكس منه، خليه عدل شويه وادوس اف حتى اسده. كنترول زائد بي سelection هيجي سواليا مجسم منفصل بحيث حتكون عندي غرفه هنا بها جميع المنتجات. هذا يفضل اطوله فاي شفت زت منه وهذا همين اي شفت زت وذني ادمجهم. هيك انا كملت البناء مالتي. البناء مالتي جدا بسيط جدا سهل، ما بيفت شيء معقد. مجرد انه بعدين حنسوي له انيميشن هذا انيميشن هذا. بالفيديو الجاي راح نطابق الاضاءة مالتنا. نشوفكم بالفيديو الجاي. اوكي خلينا نبدي نطابق الاضاءة. فاول شيء اسويه احول الى سايكلز واخلي الديفايس مالتي جي بي يو. اشغل دي نويز مالته هذا، وهذا اشغل له يوز جي بي يو. حلو لطيف. ادوس كنترول اس حتى سيف، وحدوس ان بالكيبورد، لا ان وليس ام. وببلندر كيت ابحث لي على اتش دي اي لطيف. انا هسه مسجل دخول فحسوي له لوج اوت واجي ابحث لي فايند ا موديل اتش دي ار. خلينا نبحث اوفيس. ندوس انتر. نجيب لنا هذا الاوفيس اللطيف او اي واحد يعني. هذا جميل او هذا مقفول.
خلينا نخلي search filter free first. هذا حلو. وين راح هذا 4K؟ نعم مضبوط. ننتظر يحمل، أنا محمل عندي أصلا. فهسه من ندوس render نشوفه حلو لطيف. نبوع من الكاميرا، وأولا نسوي فيلم transparent شفاف. هسه نبدي نطابق الإضاءة مالتي. فأني أصلا عندي صور للمكان اللي هو هاي الصورة. عندي هذني إضاءات، عندي ذني، وعندي فوقها طبعا. فعندي هواية إضاءات من هاي النوع. فخلينا نسوي لنا area light بهالشكل. نجيبه هنا، ندوس Alt R حتى نلغي الروتيشن مالته، ونسوي له سكيل بهالشكل. نبوع محور الزت ونسوي هيجي. اوكي هسه احنا عندنا الباب مالتنا منه، فهيجي نسوي حلو. Alt D Alt D Alt D Alt D منه، ونظل على هذا النحو لحد ما ينتوس عندي المشهد مطابق للحقيقة. وعندي ضوء أصفر جاي منه، فحدوس Shift D وليس Alt D بهالطريقة. يمكن هذا صار دوبليكت، لا ما صار. حلو. أخليه من الباب منه RZ بهالطريقة. خلي بروح من الكاميرا أشوف الباب مالتي وين صار هنا يم ذني النقاط. مضبوط. حنطيه لون أصفر شوية وزيده، وشغل الرندر. الله الله. الإضاءات الفوق حنطيها باور قوي، بس مو كلش قوي، لكن على قد الشادو مالتي اللي حينطيني اياه. فخلي اضيف اوبجكت بالنص هنا، وهذني حخليهن visibility shadow catcher، وايضا اقاع shadow catcher. هذا اخليه hold out واطفي الشادو مالته، لان ما اريده ينطي اي شيء، اريده فقط يبين للكاميرا بحيث هو hold out اللي هو شفاف، مجسم شفاف. هذا حنطيه حبقيه نفسه، بعدين حتشوفون شلون حيصير. هذا الاوبجكت مالتي حنطيه subdivision بهالطريقة. رايت كليك شيد سموث، وانطي ميتاليك معدنية ورفنس قليل. اوكي هسه من هاي الجهة مضبوطة، من جهة الحائط يعني مو كلش. فنحتاج نسوي texture projection اولا على القاع. فخل اخذ صورة للمكان مالتي. انا عندي هاي الصورة، صورة جدا ممتازة. عندي هواي صور، عندي هاي الصورة، هاي صورة جدا ممتازة. فاقدر اجيبها اخليها بالشيدنج مال هذا اوبجكت، نعطيه ماتيريال جديد شيفت اي او بدون شيفت اي مباشرة منه، ونسحبه نخليه بالبيس كولر. ادوس تاب اي يو بروجكت فروم فيو بهالطريقة. هسه نروح لليو في اديتنج، نجيبه ونخليه هنا فقط على مود اللون. هسه من الرندر نلاحظ صار عندنا مضبوط من ناحية الأرضية. هسه هاي اللوحة لازم نسويها، وأيضا عندنا انعكاسات سوداء دي جوا بالمكان مالتنا. إذا مباوع اللي هن ذني، إذا تريدون تقدرون تسووها، إذا ما تريدون مو مشكلة، بس أنا حسويها. حضيف لي هيجي هنا، وطبعا أنطي ماتيريال أساسي وأنطي ماتيريال ثانوي. بالماتيريال الثانوي حنطي لون أسود، فحيصير عندي هذا الانعكاس لطيف جدا. الخلفية مالتي وينها؟ الكاميرا مالتي وينها؟ بالأمتي هاي الكاميرا بإعداداتها الأوباسيتي أخليه 100% حتى أقدر أجيب الحائط مالتي من الألوان مالته، أنسخ هذا اللون. الله. بالنسبة للانعكاس مال اللوحة بعدين حنسوي لها texture projection بالحلقة الجاية، أو خلينا نسوي لها إياها هسه على وش بالحلقة الجاية. هل عندنا صورة إله؟ لا، نسيت أخذ صورة إله. شو نسوي؟ نقدر من الفيديو نفسه نشوف لنا فد مكان بحيث اللوحة مالتنا مبينة واضحة بشكل كامل. هاي اللقطة لطيفة. ففيديو تيك سناب شوت،
تقدرون تاخذوها سكرين شوت بأي برنامج يعني مو مشكلة. خل أروح أجيبها وأرجع لكم. أوكي أنا جبتها هنا، فبس نعدلها هيجي تمام. هسه نروح للشيدنج مال هذا الأوبجكت، نباور من الكاميرا، نختارهم اثنيناتهم، ندوس تاب A U Project from View، نروح لليو في اديتنج. بس قبل اليو في اديتنج خلينا نضيف الصورة نفسها، فنجيب الصورة نلزقها هنا، نجيبها نخليها بالبيس كولر، نروح لليو في. اوكي الثاني منطقة يو في، فاقدر انسخ الاسم مال هذا واجي هنا ابحث عليه، ادوس عليه كليك، مضبوط. هسه ذني اثنيناتهم نحدد الاماكن مالتهم بشكل بسيط اولا بهالطريقة، وراها نجيبهم ونلزقهم بكل مكان. بشكل سريع مبدئيا، وراها نقدر نتحكم به بشكل مفصل. فهسه صار عندي كامل هذا 3D الحلو بي، يعني اقدر اسوي له هيجي ويفتح. ممتاز. خليني اتاكد من جودة النقاط ذني، جودة عالية، هاي خطأ. خل اختارهم اثنيناتهم واعدلهم سوا بنفس الوقت بهالشكل، مضبوط جدا. هسه خلينا نسوي لنا ماتيريال سريع لها، فهو هيجي عندنا حضيف له شيفت اي نويز تكستشر وخليه بالرفنس، نعطيه كنترول تي وشكله بالاوبجكت. حلو. هسه حضيف له شيفت اي، عندي برايتنس وكونتراست اخليها، هلا اجيب هذا على صفحه وازيد الكونتراست شويه، وهنا ازيد الديتيل مالته والرفنس. هسه اقلل الكونتراست شويه شويه، اقدر انطي انعكاسات اكثر عن طريق تقليل البرايتنس، واقدر ازيد الخشونه مالته هيجي. ممتاز. هسه حسوي لي بامب، فاجيب هذا ابحث بامب الهايت مالته ولزقه بالنورمال، حيطلع عندي هذا السيء. فالديستنس 0.01 والسترينث اقدر اتحكم بالقوه مالته، حنطيه هيك شيء خفيف. صار عندي فد شيء واقعي، فد شيء ممتاز. ابوع من الكاميرا، شغل الفيديو، لاحظوا انه الفيديو مالتي ممتاز. هسه عندكم خيار، تقدرون خيار طماطة. اوكي عندكم خيار انه تقدرون تجيبون ذني الصور وتسووها على الاماكن اللي حول المجسم كلها. فاني يعني عن نفسي اتوقع انه ما يحتاج، حاليا انعكاسات زينه، لكن اذا تشوفون انه يحتاج ماكو اي مشكله تقدرون تسووه. او اقول لكم خلينا نسوي، احنا سويناه بالجزء السابق، بس هسه هم خلينا نسوي. خلي اضيف لي بلين مسطح الت جي جي زد ار اكس 90 لطيف، اكبره بشكل هائل. ليش بشكل هائل؟ حتى اقدر ابعده براحتي. اروح للشيدنج مالته، انطيه ماتيريال شيفت اي ايمج تكستشر، الايمج تكستشر اضيفها بالسيرفس مباشره اقدر، او اقدر اضيفها بالاميشن، انتم بكيفكم. حيقول لي يا صوره تريد، اقول له انا اقول لك اريد اللي هي على اليمين اللي هي هاي. لازم ارجع اربطها، فمو مشكله ارجع اربطها. صارت عندي هيجي بالمقلوب ار واي 90 اس زد بهالطريقه. يمكن احتاج اسوي لها روتيت زد 180 درجه، اي هيجي مضبوط. فهسه صار عندي هذا بالانعكاسات قبل بعد. اقدر اكبره، ادوس اس 2 واكبره، واس 2 واكبره بهالطريقه، يصير عندي بهالشكل واحركه. ممتاز جدا. هسه اقدر ادوس شيفت دي شيفت ار زد بهالطريقه هنا، واضيف لي بعد واحد هنا، واقدر اضيف لي بعد هذا اجيبه شيفت دي منه واس اكس او واي بهالطريقه. هسه كل واحد حسوي له كوبي للون مالته، وارجع اختار الصوره مالته. فهذا حنطيه هاي الصوره،
اليوفي مالتها ححتاج اعدله، فهنا حنطي يوفي بهالطريقة، نتحكم بيه. هلا اسوي له روتيت دبل زت 180 درجة. حلو. هسه هذا كوبي، انطي الصورة مالتي اللي هي جهة هاي الجهة مضبوط من قاعة. هاي الصورة حنطيها الأمامية اللي هي هاي. حلو. هسه من برا بالكاميرا أشوف إن الانعكاسات مالتي جدا مضبوطة، بس الإضاءة مالتي ما متطابقة ويا الانعكاسات. بس هذا فد يعني مستحيل يبين إلا إذا عندكم حرفيا مراية. أنا ما عندي مراية، عندي ممكن أوبجكت هيجي أقدر أقلل عدد الإضاءات. أتوقع يعني أنا مسويها بشكل زايد، أقدر أمسح شوية منهن. لا مو هيجي، أمسح هذني فقط. أوكي خلينا نبوع من الكاميرا. مضبوط. هسه خلينا نشوف. عندي ذني دا ينطن شادو، لا كلش غلط. فأروح لإعداداتهن أطفيهن كلهن وأبقي بس الجلوسي. نفس الشيء هذني فقط الجلوسي، نفس الشيء هذا فقط الجلوسي، ونفس الشيء هذا فقط الجلوسي. هسه خلينا نباوع. ماكو شادو بعد، اكو شادو مال المجسم مالتي. فالمجسم مالتي حبدي احركه، اكبره، اجيبه هنا، اشوف هل دا يطابق، يعني اشوف تطابق. ممتاز. خليني اطفي الاكستراز وريليشن لاينز حتى يبين عندي واضح. اشوف انه تطابق مالتي ممتاز جدا. لكن الاضاءة مالتي اتوقع احتاج انزلها، فخل اشغل الاكستراز، اشوف الاضاءات وين، بروح منه انزلهن بهالطريقة. ليش انزلها؟ حتى المجسم مالتي يتكن لما يصعد فوقاهن. وهو ما يصعد فوقاهن، لكن هاي تفاصيل اضافية. ثم تلاحظون اصعده هنا داكن، انزله فاتح. الله، ما تلاحظون؟ هاي سوالف انا اموت عليها. فهيجي يمكن الشادو كلش قوي، لكن طبعا انا اقدر اخففه بعدين. فهيجي احنا كملنا هاي الجزئية اللي هي جزئية الاضاءة، جزئية المطابقة. بالفيديو الجاي نبني بالانيميشن مالتنا، بالفيديو مالتنا حنسوي انيميشن لهاي البوابة تنفتح وتنزل منها حبشكلات. طبعا هذا مكان تقدرون تنطوا لون اللي هو نفس لون الحائط اللي هو هذا. اقدر ازيد الفاليو مالته بهالشكل لطيف. وهذني طبعا همين تقدرون تنطوها سوليديفاي شوية، لان هيك شكلهن غير واقعي ابدا. فنعطيها generate solidify، ازيد الثكنس مال هذا شوية هيجي. وهذا همينه generate solidify. وها هي. اقدر اضيف لهم bevel اذا تريدون. فbevel بس حتى يلزم الحواف الحادة. فهنا shading harden right click shade auto smooth، نفس الشيء هذا generate bevel right click shade auto smooth وshading harden normal. ازيد القطوعات مالته، وهذا همينه ازيد القطوعات مالته. ادوس كنترول اس وسيف. هيجي ممتاز لطيف جدا. طبعا هذا لا تنطوه شادو كاتشر، لا تسووه شادو كاتشر ولا تسووه هولد اوت، لان اريده يبين عندي. فيجي كملنا. بالفيديو الجاي نشوفكم. خلينا نكمل تصميماتنا. فهذا هاي طوبة حمسحها وبقيه هيجي خام طبيعي. اتاكد من الاضاءة مالتي اللي هو قبل هيك كانت وبعد هيك صارت شوية اكو اختلاف بالالوان. فاقدر من الشيدينج انطيها نفس الالوان، انه اضيف RGB curves واظل اعدل بيها. مثلا انقصها لو ازيد منها وازيد الكونتراست شوية بهالطريقة، راح يقارب الواقع. او تقدرون تعدلوها بالفوتوشوب بحيث يقارب الواقع، لكن انا ما افضل لانه مستحيل يبين.
او نقدر بالبوست بروسيسنج بالافتر افكت نزيد الكونتراست شويه والساتوريشن، لكن هيجي نبقيه ساتوريشن قليل وكونتراست قليل حتى نقدر بعدين نزيده. اذا زيدناه هسه بعدين ما راح نقدر نقلله، حيطلع مشوه. شلون لما تصغرون صوره وترجعون تكبروها حتطلع مشوهه. بس خلي ادوس كنترول اس اسيف للاحتياط، دائما دوسوا كنترول اس حتى تسيفون. راح تجيب لي عطر، ادوس ان من بلندر كيت. اذا انتم مصممين عطر تقدرون تجيبوه وتلزقوه، بس انا حجيب لي هسه واحد تلزيقيا. ابحث برفيوم مثلا، انتظر يحمل، دا يطلع لي ايرور هنا، يجوز بسبب التحديث الجديد مع بلندر كيت. اوكي عندي هذني عطور كلها من قائمة الفري فيرست اللي هي المجانيات. اي واحد يعجبكم تقدرون تختاروه وتجيبوه، هذا نفسه بس مالتي اضبط طبعا. خلينا نجيب هذا، يعني شكله بسيط يوهم، بس خلينا نروح لفد شيء صعب اكثر. هذا شكله صعب خلينا نجيبه نخليه هنا جدا صغير. خلينا ندوس ان نخفي هاي ونسد هاي. بس خلينا نجيبه ونكبره، انا اريد فد شيء اكبر يعني من هيجي. فلاحظ انه هو مبدئيا ما بي مشاكل من ناحيه التجسيم. اذا بي مشاكل لازم تعدلوه طبعا. خلينا نشوف اعدادات الماتيريال مالته. principled BSDF جدا مناسب، حتى هذا كله principled. ممتاز ممتاز جدا. الاحظ انه اكو مناطق سوداء بعض الاحيان بالانعكاسات، احتمال تكون سبب الرندر مالتي غير كافي من ناحيه الجلوسي، فاقدر ازيده هنا. حتزيد بياضات، اقدر اقلله. هاي عدد الاشعه مال الجلوسي اللي عندي. اقدر ازيد الترانسميشن همينه اللي هو عدد اشعات الانكسارات، لكن حاليا حبقيها 12 ب 12. هيك جدا مناسبه. ادوس كنترول اس حتى اسيف، اتاكد انه هاي دائما اسيف. راح ادمج المجسم مالتي ويا باقي المجسمات الموجوده بي. بس خل اوخر البحث مالتي هذا، وعندي المجسم مالتي وينه؟ هي ستار شيبت بوتل. كل المجسمات مالته اولا اختارهم، ثانيا اطبق اذا كان اكو اي موديفاير بيها اطبقه. هسه ادوس كنترول جي هيجي اندمجن، صار المجسم واحد. ادوس تاب اشوف كم نقطه عندي. زين يعني مو هوايه، فشي اقدر اتحكم بيه. هسه اذا اجيبه هنا وارجع للصفر وانطيه وينه فيزكس ريجيد بودي، ريجيد بودي حتى يصير بي فيزياء. القاع مالتي اضيف لها كوليجن، وحتى هذا اضيف له كوليجن، حتى هذا اضيف له كوليجن، كله كوليجن. بس انا هسه نسيت نقطه مهمه. الكوليجن ما ياثر على الريجيد بودي. هسه اذا شغله حيخترق القاع، فمفروض انطيه عفوا مو هذا، لا القاع اختارها وما انطيها ريجيد بودي، ما انطيها كوليجن، انطيها ريجيد بودي وانطيه باسيف. هسه حيشتغل طبيعي وياه. بس اكو مشاكل. هسه خلينا نجي على مشاكل بعدين. خلينا نطبق على الباقيات. هذا همينه باسيف، الحائط انطيه همينه باسيف، وهذا الميز هنا همينه حنطيه ريجيد بودي باسيف. ادوس كنترول اس اسيف البروجرس مالتي. هسه خلينا نشوف شنو المشكله مالتي. المشكله اذا تلاحظون النقطه مال السنتر دي جوا. خل ادوس اوريجن وصعدها هيك، اخليها بالنص، اتاكد انه هي بالنص بالضبط، وارجع اطفي. ممتاز جدا. خل ارجع اشغل الفيديو. هنا اختراق القاع. خل ارجع على هذا واتاكد انه ما بي مشاكل. فممكن انه يكون الشيب مالته لازم انطيه مش، هيك انحلت المشكله مالته. زين المشكله الثانيه، عندي عطر جوا. هذا العطر اذا بقيته هيجي، فاكو حلين. الحل الاول جدا معقد ما راح اتطرق له،
اللي هو انه انطي fluid simulation للقطعة هاي للسائل. الحل الثاني اقدر اتوسه كله، اخليه متوس للعين. فافضل الحل الثاني، خلي ادوس تاب وادوس ال على هذا وادوس اتش حتى اسوي له هايد. حيبقى عندي بس هاي القطعة الصغيرة، حمسحها ديليت فيرتكس. طبعا الماتيريال مالتها باقي هنا اللي هو الليكويد، فابقيه هنا للاحتياط، لان بعدين من نضيف المجسم الثاني حيكون موجود. حدوس Alt H ولاحظ انه هذا المجسم بقطعة داخلية. هسه اذا اشغل السوليد وادوس على الضاد او الشخطة هاي حتى افوت جوا، اقدر منه ادوس Alt وكليك على هذا المكان، ادوس V. الفي شو تسوي؟ الفي تفصل. فهسه من ندوس ال على هذا حيختاره من دون القطعة الخارجية. قبل شوية كنا نختار قطعة خارجية ويختار وياها الداخلي سوا، هسه لا فصلناها. هسه مو فصلناها، نقدر نعطيها الماتيريال مال الليكويد. هسه اشوف ممتاز جدا. حاول ادوس على الضاد، اطلع من المشهد الداخلي هذا، اتحكم به، خليه وجه نقطة الصفر وادوس سبيس. الاحظ كلش ممتاز. خليه شغله بالسوليد بارتطام قوي، لكن هذا فد شيء طبيعي. خل نروح لاعدادات الفيزيكس مالته ونشوف شنو نقدر نغير. وزنه 1 كيلوغرام، يعني اوكي على هذا الحجم ممكن يكون اكثر حتى. الفريكشن احتكاكه صفر، اما القاع خل اختارها وزيد الاحتكاك مالته. خلينا نشغله هيك شيء اضبط بهوايه. اوكي خلينا نشوف المسافه مالته ويا القاع، مسافه جدا بعيده. فالكوليجن مارجن اقدر اقلله الى 1 سنتيم بالقامه مال سنسيتيفيتي. خلينا نشوف هسه. الله على هاي الحركه. حتى القاع خلينا نعطيها نفس السنسيتيفيتي. هسه مسافه قلت، اقدر اقللها بعد الى 0.01. بس هسه احتمال تصير عندي مشاكل، لكن خلينا نجرب. هسه قريب جدا من القاع، لكن شنو المشكله اللي صارت عندي؟ صار عندي تداخل. زين هذا التداخل شلون ممكن احله؟ اكو طريقه. من اعدادات العالم او السين عندي اعدادات الريجيد بادي مالتي، من السيتنجز مالته عندي السب ستيبس والسولفر اتريشنز. هذني اثنيناتهم اقدر ازيدهم الى 25 مثلا وارجع ابدي. تلاحظون صار اضبط بهوايه. هذا يتحكم بالجوده مالته، يعني بين كل كم فريم وكم فريم. مثلا من فريم 0 الى 1 كم مره حيحسبه؟ حيحسبه 25 مره. من فريم 1 الى 2 كم مره يعيد حساباته؟ يعيد حساباته 25 مره. فهذا يزيدون جوده. هسه اذا ادوس Alt D، ويفضل Alt D واخليه هيجي، ممتاز جدا. بس كنا هذا راح بعيد، فاقدر من اعدادات القاع مالتي ازيد الفريكشن بعد اكثر. خل اشوف هسه. اوكي الفريكشن مالته هذا جدا قليل، خل ازيده شويه. هيجي افضل. حلو. هسه لازم نسوي انيميشن اولا ذني قطعتين، لكن ذني قطعتين اذا هسه انطيناهم انيميشن حيصير بهم مشكله، انه الانيميشن ما حيشتغل اصلا ويا الريجيد بودي. فلازم نفعل هذا الخيار البسيط اللي هو انيميتد. ابلغ البرنامج انه يابا ترى هاي القطعه بها انيميشن. حلو. هسه خل اسوي لهم اتش، اخفيهم مؤقتا. اجيب ذني الحبشكلات، جي شيفت زت اخليهم هنا، اقربهم بهالشكل. هسه اضيف لي مجموعه هوايه. طبعا هسه انا سويت شغله انه غيرت بالعدلات الفريكشن، فيفضل اختارهم كلهم واختار هذا اوبجكت ونطي اوبجكت ريجيد بودي وينه كوبي فروم اكتف حتى ينسخ اعدادات الاكتف مالتي. هسه الت دي اتوس المكان بهالشكل.
يفضل ما اخليهم متداخلات بهالشكل. ليش؟ لان انا مستخدم كونفكس هول. الكونفكس هول ما يهتم للاماكن المتداخله، يعني شوفوا حيطفر، حيقمز لي فوق، فيفضل ابقيه بعيد بهالشكل. اوكي، هاي القطعه لازم نعطيها ويدجت بودي، ونعطيها مش، ونعطيها باسيف. هسه لطيف. هسه خلينا نزيد القطعه مالتنا بهالشكل. سوينا بعد واحد لي منا، يمكن نقدر نكفي بعد وبعد واحد وبعد واحد. لا ما يكفي. اوكي هيك كافي، هيك لطيف جدا. بس اكو حركه زايده، يعني اكو ارتجاج قوي، فممكن يكون سبب الكوليجن مارجن، او ممكن يكون بسبب الفريكشن او الباونسينس. الباونسينس طبعا مالتنا صفر، فممكن يكون بسبب الوزن القوي. زين، خلينا نقعد نجرب. اول شيء احطه في الديناميك اشوف هل اكو فرق. طبعا اكو فرق. فخلينا نرجع شغله. عندي الوزن مالتي، اذا قللته مثلا خليته 0.1 بالانجليزي 0.1، بدها تصير بي مشاكل جدا هوايه. اغلب سبب هاي المشاكل هو الكوليجن مالته. فعندي السورس مالته، خل اختار بيس اشوف هل حتصير بي مشاكل. نعم بي مشاكل. اختار فاينل. الفاينل مبين اضبط. اوكي، خل اطبق اعداداتي على هذا المجسم وهطبقها على الباقيات. فخل اختار الباقيات هسه بهالشكل، واختار المجسم اللي غيرت بيه اعدادات واوبجكت وريجيد بودي، واسوي كوبي فروم اكتف. مشاكل زادت، يعني من الممكن انه الماس اذا زيدته بعد اكثر، مثلا اسوي 10 كيلو، ودوس اوبجكت ريجيد بودي كوبي فروم اكتف. هيجي انا اشوفه اضبط. اوكي هسه انا كملت هذا الشكل، وزعتهن بطريقه بحيث ما يكونون متداخلات، وانطيت وجد بادي طبعا للمكان اللي حوله كله، يعني هذا منطي باسيف، هذا منطي باسيف، وطبعا الباب نفسه منطي باسيف. بس هسه اكو مشكله جدا كبيره. من الديسبلاي اكو اهتزازات قويه. زين، هل اذا رحت لاعدادات عالم وجيت اختاريت ذني اثنيناتهم وزيدتهم كلش هوايه، اولا حيبدي بلندر يعلق عندي. خل اقلله، يعني 700 مبالغ به جدا، فخليه 100 مثلا. اوكي هو دا يعلق بس دا يمشي، يعني ممكن يكمل 250 فريم كامله. هذا جاء صفر اضبط بمليون مره. اوكي اكو اعداد ثاني اللي هو الدامبينج. مو دامبي، لا لا ذاك بالكرتون. هذا دامبينج بالفيزيكس. عندي دامبينج ترانسليشن وروتيشن. طبعا انا جيت بزيدهم، خل ارجعهم مثل ما كانوا، اللي هو دوس باك سبيس عليهم. الدامبينج ذني اذا زيدته مثلا للواحد حيبدي يقاوم الروتيشن. الروتيشن مالته حيصير جدا خفيف. اذا زيدت الترانسليشن او الحجم او المكان مالته راح يبدي يقاوم المكان، يعني ما حيتحرك. فاذا قللتهم شويه هيجي حيصير تخفيف بالحركه. الدامبينج هو تخفيف. فاقدر هسه اختار الباقيات كلهم طبعا على اعدادات هاي. فريكشن 0.2، باونسينس 0، كوليجن مارجن 0.001، 10 كيلو جرام، كونفكس هول. هلا اختار الباقيات كلهم، واختار الاوبجكت مالتي اخير واحد اللي طبقت بيه اعدادات. اوبجكت ريجيد بودي كوبي فروم اكتف. الله، بدون مشاكل بدون اي شيء، جدا جوده عاليه. تزحلق اكو. عندي هاي الحركه ما عجبتني ابدا، فاقدر اختار هذا
واقدر وين الدامبينج مالته ازيده مع ترانسليشن وروتيشن. خلينا نشوف هسه. اضبط بهوايه. واي واحد بعد ما عجبتكم الحركه مالته تقدرون تغيرون بالدامبينج مالته وبالاعدادات مالتك بالكامل. هسه خلينا نجي للانيميشن. احنا خل ادوس الت اتش حتى ارجع ذني اثنين. احنا ذني انطيناهم انيميتد طبعا. خل نوخر الوجد بادي هسه وبعدين نرجعه. انا هسه اريد اشتغل انيميشن براحتي، فخلينا نبرع منه نشغل الواير فريم نشوف شو وقت تظهر ايدي. هنا تظهر بال 175 يصير كليك. فبال 175 ادوس كي. طبعا اول شيء خل اختارهم اثنيناتهم. اوكي فهسه نريد نسوي انيميشن للباب لما ادوس كليك. فخل ابرع من الكاميرا واختار الباب مالتي. اشغل الاوريجن. خل اوخر ذني على صفحه وهذا انزله. ولاحظ انه اوريجن مالتي شويه عوج. فاذا انتم مسويه صحيح بقوا نفسه، اذا ما مسويه صحيح خلوه صحيح حيث يكون محور الزت مالته بهالطريقه. اذا محور الزت مالتكم كلش صغير تقدرون تكبوه. هاي واني مشغل الاوريجن. اذا انتم ما مشغليها شغلوها. هيطلع لكم الزي اكس واي. خلوا الزي بمحاذاة الباب بالضبط. نفس الشيء لهذا الباب اكبره شويه. اخلي محور الزي مالته بهالطريقه مناسب. ارجع اطفي الاوريجن حتى ما تصير عندي مشاكل. هسه بالثانيه مال 175 اللي هو حسوي بها كليك او حسب اي ثانيه ممكن يكون عندكم بالتصميم ادوس كي روتيشن. هسه فرضيا اذا دست ار زت بهالطريقه كي روتيشن بده يصير عندي هذا خطا. ممكن تكون اكو عده اسباب هذا الخطا، بس اولا الاحظ انه هون عندي روتيشن مال واي دا يتحرك والمال الاكس دا يتحرك مو بس الزت. وحتى الزت اذا حركته يعني هسه اذا مسحت ذني كلهن والكي فريمات الزت اذا حركته غلط. زين شو اسوي بهاي الحاله؟ اقدر مثلا اغير باعدادات الروتيشن هيجي اضبط. يعني هذني المود مال روتيشن عندي اكس واي زد اللي هو اكس اولا ثم الواي ثم الزد. يعني اذا اكس مالتي متغير حتصير بي مشكله. اذا خال الواي اولا والواي مالتي متغير فباقيات كلهن حيتغيرن اعتمادا على الواي. فاني الاعتماد مالتي اساسي على شنو اريد اخليه على الزت اولا وحتى هذا على الزت اولا. هسه ثانيه 175 اختارهم اثنيناتهم كي روتيشن. خل اختار هذا واروح الثانيه 200 مثلا وازيد بالزت فقط وادوس على الفريم هذا او كي فريم هذا. هسه ما بي اي مشكله لطيف جدا. حتى هذا ثانيه 200 ازيده او اقلله وانطي كي فريم. هسه اذا رجعت للصفر وشغلت الفيديو. ليش للصفر؟ لان الوجد بادي يبدي من الصفر. اذا بديته من 150 او 175 حتصير بي مشاكل. بس اذا اشوف اظل امشي. طبعا هسه بدا يتحرك ببطء لان هنا دا يكتب لي اف بي اس مالتي 7.5 وليس 30. يعني اكو ثقل بالمشروع مالتي. هسه من تنفتح الباب مفروض ينزلون لكن لا ينزلون. لماذا لا ينزلون؟ السبب كلش بسيط. اني هنا ضايفه خل امسحها ضايفه بالغلط. خل امسحها واقدر اسوي دفع. يعني هسه هم ماخذين راحتهم. او اقدر اختار هذا المجسم وبالاعدادات مالته مال الفيزكس فريكشن اخليه صفر. هسه اذا ارجع هنا واشغل الفيديو المفروض يصير اكو تزحلق لكن لا يوجد تزحلق.
شوية شوية دا يتزحلقون، بس بشكل عام ما يتزحلقون. خليني أتأكد من شغلة، إنه الأوبجكت هذا مالتي ما بيه وجد بادي ولا هذا. لو أرجع الصفر أشوف ليش ما دا يطلعون من المكان؟ هذني اثنين ما بيهم وجد بادي ولا بيهم أي شيء، ليش ما دا يطلعون من المكان؟ هل من المعقول إنه هذا الأوبجكت هو السبب؟ خليه كونفكس هول مثلا واشوف. طبعا حيطفون منه. ليش ما دا يطلعون خارج مجسم؟ خلينا نشوف السورس مالته ديفورم لو بيس لو شنو. خلينا ارجع للبيس، نفس الشيء ما دا يطلعون من هذا المكان، فشي جدا غريب. هل من معقول انه يكون هذا الحائط؟ اشغل المش مالته واشغل الفيديو، هسه يطلعون بخير وسلام. الله. فيدوس Alt H ارجع ذني اثنين، انطيهم وجه البادي باسيف انيميتد، وحتى هذا وجه البادي باسيف انيميتد. ارجع الصفر اشغل الفيديو، لكن همينه اكو بطء بالموضوع، مو مشكله نتحمل نشوف الفيديو مالتنا. هسه بدوا يوقعون. خل ازيد الاند مالتي، لكن هسه حتصير مشكله، حيوقف عند 250 بعد ما يتحرك. يعني اوكي الفيديو اللي يتحرك بس دني وقفوا. ليش؟ لان باعدادات العالم همينه اكو ليمت مال كاتش، هنا ازيده الى 500 مثلا، وهنا هذا الاند همين حخليه 500. هسه حيكمل طبيعي بدون اي مشكله. اكو شغله ما ادري اذا هي السبب مشكله او لا. هلا اختار ذا نيو دوز كنترول اي سكيل، يفضل يعني للاحتياط. اوكي هسه اقدر اسوي بيك للانيميشن مالتي كامل، حيكمل ال 500 فريم كلها ويحفظها بعد ما تتحرك. بعد ايش ما اسوي؟ ما يتحرك. اقدر اكمل الويندو مالتي اكمل كل شغلاتي طبيعيه ومنتج، وهذا حيبقى ثابت ما يتحرك. خل ارجع لكم بعد ما يخلص. اوكي هسه كمل كل شيء، هسه يشتغل طبيعي. اف بي اس 30 لطيف جدا. الحركه مالتهم جدا لطيفه. اذا تريدون تقدرون تزيدون بعد مجسمات، اني مكتفي بذني. فهسه شنو نقدر نسوي؟ هسه لازم نوندر، فبالفيديو الجاي حنبدي وندر. اوكي انا حاليا مضبط الكومبوزيشن مالتي، ومضبط ايضا الشادو كاتشر وينه هياته مشغله. اريدكم تشغلوه وايدكم تضيفون بالكومبوزيشن. طبعا اذا ما مشتغله، اذا هذا كله اسود، تاكدوا انه اليوز نودز مشتغله عندكم. ادوس شيفت اي فايل اوتبوت، احدد وين الفايل مالتي. انا اقول له بالميديوم بالشادو رندر. طبعا انا مرندر هاي كلها قبل. ادوس اكسبت، حيحفظ مكان الويندو. اتاكد انه اربطه بالشادو كاتشر، وعندي الكومبوزيشن طبيعي جدا. احدد مكان الاوتبوت مالتي اللي هو بهذا المكان، الفولدرات منفصله. الفريم ستارت والاند مضبوط. عندي القياس مالتي، تقدرون تخلوه 100%، تقدرون تخلوه 50% على قياس الفيديو مالتكم الاصلي. انا حخلي 50% لان ما اريد اطول بالرندر. شنو بعد عندي الماكس سامبلز اخليها 256. تقدرون تزيدوا الجوده افضل، لكن حاليا حبقيه هيجي. والنويز ثريشولد 0.03. دي نويز اتاكد انه مستخدم يوز جي بي يو. وعندي موشن بلور اشغله. persistent data مشغلها، هاي جدا مهمه تسرع لي الرندر. وها هي
الكولر مانجمنت اذا تريدون تغيرون بيها انا حبقيها على الاي جي اكس على الاكسبوجر طبيعي جاما طبيعي. ادوس كنترول اس اسيف وادوس رندر انيميشن. اشوف ايش قد يطول. بالفريم الواحد دا يطول 6 ثواني، فخل نحسب 6 في 500 فريم تقسيم 60 50 دقيقة. لا 50 دقيقة هي هواية، لكن طبيعي جدا الفيديوهات. أشوفكم بعد 50 دقيقة. هسه كمل الرندر مالتي. خلينا نشيك الفايلات بالميديوم. عندنا رندر لطيف جدا حلو، وعندي الشادو رندر لطيف. خلينا نشوف شو وقت. الله لطيف. خلينا نفتح الافتر افكت. سوينا نيو بروجكت، ندوس رايت كليك امبورت فايل. خلينا نجيب الفيديو مالتنا اول شيء اللي هو وينه هذا، نجيبه ونلزقه هنا. ده يقول لي refresh disabled. ادوس الكابس لوك اللي هي تفعل الكابيتال لتر والسمول لتر. هسه ادوس رايت كليك امبورت فايل. خلينا نجيب لنا باقي اللقطات. عندي ويندو اجيبه والزقه هنا، وعندي بعد import file الشادو رندر همينه اجيبه والزقه هنا. اجيبهم اثنيناتهم ادوس شيفت حتى يثبت على البدايه مال الفيديو. اثنيناتهم حدوس اس في 200 لان انا نصف الجوده مشتغل. بس لاحظ انه الجوده همينه تعبانه. السبب انه اني خلى كوارتر الجوده اللي هو يسرع الشغل مالتي. اقدر اخليه فل حيصير بالكامل. هسه خل اخفي الشادو واشوف هل يحتاج ازيد انقص. الاحظ اكو اختلاف بالوقت، فاسوي زوم على اول فريم وابدي احرك. تمام يحتاج ازيده؟ لا. زيده بعد 2؟ لا. يمكن يحتاج انقصه 1. اوكي هسه اضبط. يمكن يحتاج انقص 2. لا 1 كان كلش زين. اوكي هسه خلينا نقارن بالاضاءة. اطفي هذا. اشوف هنا عندي زراق اكثر وهنا عندي صفار اكثر. فش اسوي؟ اضيف له RGB curves. لا curves عادية وليس RGB هاي بالبلندر. هنا curves عادية اجيبها والزقها عليه حتطلع لي هاي قائمة الافكتس. اقدر احول قائمة بلو اللي هو ازرق وابدي انصي بيه. حيتحول شوي شوي للاصفر. خلينا نقارن. اوكي مو هالقد، نزيد شوية. اوكي هيك احسن. هسه الاحظ انه الاصلي افتح من هذا واغمق همينه، فاقدر اضيف كونتراست. وين عندي برايتنس وكونتراست اجيبه اخليه هنا. اقدر ازيد بالكونتراست حيصير تباين اكثر باللقطه. خل اشوف الفرق قبل بعد. احتاج ازيد اكثر. قبل بعد يحتاج ازيد البرايتنس. قبل بعد شويه ازيد الزرق. قبل بعد هيجي اضبط بهوايه. اوكي هسه نطلع الظلماتنا نرجع همينا ننقص فريم واحد. هسه اقدر اضيف له ليفل للشادو مالتي للظل. خله اروح بمنطقه معينه بحيث يكون بيها شيء اقدر اشوفه، مثلا الظل مال ذني، واكبر هذا حتى تطلع لي هاي الجهه اصغرها لحد هنا شويه ابقي مجال. وهذا اقدر اجيبه هيجي شويه. حلو هسه اشغل التوغل اشغل المالتيبلاي اشوف شنو يحتاج اسوي. يحتاج اولا ازيد الظل الاحظه كلش خفيف يعني هيك زين. هذا شغل الفيديو. اوكي لاحظ هنا عندي مشكله بهذا الفريم تحديدا.
خلنا أكمل الفيديو أشوف هل أكو بعد مشاكل. الظل كلش قوي هنا، فأقدر أسحب هذا لليسار. أوكي ما يفيد، فيحتاج أجيب هذا، أتأكد إنه الظل ما بي منطقة سوداء كلش، وأقدر أجيب هذا وأسحبه منه، حيتكن بس بدون ما يخلي نقاط سوداء بهالشكل. خل أشوف الفيديو. أوكي أشوف إنه كله زين ما عدا شغلة واحدة صارت هنا، هاي ما بيها شيء، لطيفة وجدا واقعية. يعني هذا الشيء أنا جدا فرحان به، الواقعية مالته جدا واقعي. يعني حتى الانعكاسات مال الضوء متراهمة ويا المكان. حتى الضوء اللي ضفناه هنا، الضوء اللي ضفناه هنا دا ينطي انعكاسات عالية. جدا واقعي جدا جميل. بس هذا الفريم الواحد زين. هاي المشكلة ليش تصير؟ بكل بساطة لأن اكو توقف مباشر للحركة مال الباب. هذا فشي يتعارض ويا الموشن بلور او تغويش الحركة. خلينا نشوف وين صار بالضبط. اللي هو هنا فتحة الباب هنا، ووقف الفتح مال الباب. اوكي خلينا نحسب الوقت مال هذا الشيء. اني هسه بفريم 16 او في ثانية 16. اوكي عندنا 30 فريم كل ثانية، يعني 30 في 6 6 عفوا ليس 16، يعني 180 فريم زائد هاي 19 مكتوبة، زائد 19 يعني فريم 199 او فريم 200 او 198 حسب الاختلافات مع الحساب مالتي. فاشوف الباب مالتي فعلا بفريم 200 ووقفت الحركة مالته. فشنو اقدر اسوي؟ اقدر اجيب الحركة مالته طقة وحدة منه واسيف، هيجي صار اكو حركة وليس ثبات. ارجع اكرر لكم سبب هاي المشكلة، انه تحرك من مكان حركة الى ثبات، ماكو اي شيء وراه. فهيجي صار عندي فريم 200 صحيح. هل ارجع رندر كامل؟ لا طبعا، ارجع رندر فقط هاي اللقطة. فالستارت اخليه 200 والاند اخليه 200 وادوس كنترول اس واسوي رندر انيميشن. زين ليش اسوي رندر انيميشن؟ ليش ما اسوي رندر ايمج اللي هي صورة واحدة؟ حتى اوتوماتيكيا يسيف لي بالمكان. اذا سويت رندر ايمج ما حيسيف لي، اذا سويت رندر انيميشن حيسيف لي فوق اللقطات اللخة اللي رندرناها قبل شوية. فهسه انتظر رندر يكمل. كمل. هسه اذا اجي لهنا واروح على بروجكت هدني اثنين، دوس رايت كليك ريلود، الاحظ ما صار اكو فرق. احتمال يكون بالفريم قبله او بالفريم اللي ورا. فخلينا نسوي ستارت 199 والاند 201. خلينا نسوي 198. ندوس كنترول اس وندوس هاي ليش هيجي رندر انيميشن. هسه ننتظر شويه وارجع لكم. انتظر رندر هذني الكم فريم حتى يصححها بشكل كامل. اوكي هنا كمل. هسه خلينا نسوي ريلود ونشوف. اختفت المشكله. وجدا واقعي. هذا الشيء حرجع اكرره، جدا واقعي لان سوينا الاضاءه بشكل مضبوط جدا. هسه خلينا نسوي دوبليكيت للقطه هاي ونجيبها لي فوق. زين شو نسوي بيها؟ نسوي بيها روتوسكوبينج. بس هسه اكو مشكله عويصه اللي هو روتوسكوبينج بال 4K جدا يطول يعني اكثر من 4 اضعاف المده. فشنو اقدر اسوي؟ اقدر اسوي تركايه لطيفه حلوه خفيفه. اقدر اسوي اولا اجيب الفيديو مالتي اللو كواليتي. وينه؟ عندي هذا اللو كواليتي، اجيبه واخليه هنا. هتلاحظ حجم مالته صغير. اقدر اسوي سكيل في 200 لطيف. هذا الفيديو اكو بيه اختلاف بالوقت، فنجي نزوم نشوف ليش اكو اختلاف. احتمال بسبب الفريمات
يعني هذا عندي 30 في 30.013 لا جدا غلط. وهذا هم يعني الكومبوزيشن اللي سويته 30.013. خلي اعدله، خلي 30 مضبوط، ادوس اوكي. حتى هم يعني ما يصير عندي اختلاف في الفيديو. هسه قبل بعد ماكو اي فرق. هسه مضبوط، عدلنا الفريمات صارت مضبوطه. شو لازم نسوي هسه؟ خلينا نمسح هذا اللي سويته دوبليكيت، وبقى عندي بس اللو كواليتي. اللو كواليتي حقصه لما تظهر ايدي. يعني هسه هنا ظهرت ايدي، شلون اقصه؟ ادوس كنترول شيفت دي، انقص عندي صار قسمين. امسح القديم بالديليت، وهنا اختفت ايدي. كنترول شيفت دي واني مختاره طبعا. اجي هنا همينه منا كنترول شيفت دي، واجي هنا كنترول شيفت دي، واوصل لهنا اقص الفيديو بعد ما احتاجه. لطيف. هسه عندي هاي اللقطات اللي بيناتهم اقصهم، بقى عندي فقط لقطة هنا ولقطة هنا. هذني ايش حسوي لهم؟ اولا الاحظ انه ذني مو نزلن، لما تبدي هاي اللقطة يختفن يرجعن للفيديو الاصلي. فهذا الفيديو الاصلي نشغل اداة الروتوسكوبينج اللي هي هاي فرشات على جسم بشر، وادوس دبل كليك على الفيديو اللي اريد اقصه. يعني هذا مثلا دبل كليك، ناس سوى لي وداني لللاير مالتها. احنا قبل شويه كنا بالكومبوزيشن، هسه باللاير مالتها هاي خاصه. اجي ارسم هنا هيجي بكل بساطه. ايش حيصير عندي؟ حياخذ الزايد، فادوس الت، الفرشات مالتي حتتحول الى سالب. اجي ارسم هنا واخرها، اجي ارسم هنا وهنا وهنا همية شويه واخرها. هسه اكمل الاختيار مالتي على ايدي. طبعا الفرشات مالتكم ممكن تكون كبيره جدا، ممكن تكون صغيره. تقدرون من الويندو عندكم براشز تختارون اي فرشاه تعجبكم. عندكم هاي كلش صغيره، اقدر اختار بهذين التفاصيل، اوخر الاختيار من هاي المنطقه. حلو. بهالطريقه على اساس هذا الاختيار راح يكمل عندي، يعني اوتوماتيكيا من وحده. هسه اذا تشوفون اوتو 4 5 6 كمل كلش سريع، لان الجوده مالته عاديه وليس 4K. ما تلاحظون اختار لي بشكل مضبوط، وهاي ما يحتاج اسوي اي شيء. اوكي عندي هنا مشكله انه هاي منطقه هو مختار لي اياها. هذا اصبعي اوكي مو مشكله. عندي هاي اللقطه هسه ادوس هاي دبل كليك. طبعا نسيت شغله، خليني ارجع على هاي دبل كليك عليها. عندي هنا رقم اسمه فريز، ادوس عليه كليك حيعالج لي اياها. الفريز هنا بالضبط نفس البيك الموجود داخل بلندر. بلندر عندي بيك، هنا عندي فريز او تجميد. هنا تجمد. اوكي بدا يكمل، كمله كله. هسه خلوها لكم بوزيشن. قبل لا اكمل الثانيه خلينا نشوف. اوكي اكو حدود قبيحه، فمن اعدادات الاوبجكت من اختاره عندي الروتو صار فلتر موجود عليه، اقدر اغير باعداداته. فاقدر عندي الكونتراست او الحديه مالته اخليها صفر، ما اريد يكون حاد ابدا. هسه صار اكو تغويش، اقدر ازيد الفذر اللي هو تغويش زياده بعد. صار عندي هيجي، واقدر اشغل يوز موشن بلور اللي هو استخدم التغويش مع الحركه. هسه خلينا نشوف. طبعا بدي يعلق لان يوز موشن بلور جدا يعلق. الاحظ اكو مشكله هنا صارت. اوكي خلينا نرجع عليه، نفوت ونطفي الفريز، نشوف شو وقت بدت هاي المشكله. بدت عندي بهذا الفريم، ازوم اتاكد انه بدت بهذا الفريم مو قبله. يعني مثل ما تشوفون بدت هنا، اقدر ادوس بالسالب ارسم حول هاي المنطقه واخر الاختيار منها، اتقدم خطوه لي قدام. بعده موجود فهمينا اشيله منه. هسه بالباقيات اختفى. هاي في حال واجهتكم هاي المشكله. خلينا نرجع للاصلي ونشوف.
نرجع من الصفر. طبعا ما سوينا له شو يسمونه، مثل ما تلاحظون هاي همينة مبينة عندي. فأشوف هل المشكلة هنا؟ لا، مشكلة مو هنا. زين شو أقدر أسوي بهاي الحالة؟ الاختيار مالتي كله صحيح، ما بي أي مشاكل، بس عندي هنا شوية أوخره. لا مو هيك، يجي قص إصبعي أبقي بالاختيار موجود. هيك أسوي فريز، لأن أنا نسيت أسوي فريز قبل شوية وما سويت له أون فريز وعدلته. هسه أنا عدلته، كملت التعديل ورجعت للفريز حتى نرجع ونشتغل بالإعدادات مالته الطبيعية. مرات يوقف عندي، فمجرد أدوس عليه حيكمل شغل. أو احتمال تشوفوه دي يعلق بثانية واحدة، يجوز المعالجة مال هذا الفريم صعبة ودقيقة فيطول شوية. هسه أرجع للكومبوزيشن أشوف وين عندي مشاكل. عندي مشكلة هنا مثلا، فعندي خيار اسمه شيفت ايدج، أقدر أقلله أو أزيده، بس هذا ما يشتغل. ليش؟ لأن يشتغل ويا الكونتراست، فالكونتراست أزيدها بس مو كلش هواية. والشيفت ايدج أقدر أقلله أقدر أزيده، مثل ما تلاحظون دا تقلل المساحة اللي حوله بتزيد، فأزيد الكونتراست وأقلله بعد أكثر لحد ما يصير بهالشكل. هسه خل أرجع وأشغل الفيديو. جميل جدا. طبعا مو أضبط شيء، وطبعا هنا نسيت أكمله عبالي أنه حيطلع وبعد ما يرجع. لا، هنا يحتاج أكمله بعد أكثر، أشوف شو وقت ينتهي 100%. يمكن شوية لحيت بإصبعي. أوكي هنا ينتهي، خلينا نقول نجي ندوس شيفت ونحركه نخليه يطبق ويا الوقت مالتنا. هسه نرجع نفوت عليه ونرجع نطبق ذني التعديلات الإضافية. نطفي الفريز وهنا نكمل الفيديو نشوف شو وقت حيغلط. فندوس سبيس ننتظر يعالج فريم. هنا أشوف أكو غلط، فأرجع أصحح الغلط بيدي من أول فريم، من بداية الغلط وليس من منتصفه بهالشكل. هسه أتحرك فريم لقدام، أختار ذني المناطق بهالشكل وأدوس Alt واختار هذا Alt، وهنا هم يعني Alt. هسه أدوس سبيس أشوف هل أكو بعد مشاكل. أوكي ألاحظ إنه ما دا يكمل الفيديو للأخير، ف يعني هنا ودي أوقف. فسبب هاي المشكلة إنه احتمال يكون عندي ليمت للوقت مالته. فهنا مثل ما تشوفون أكو ليمت بسيط، فأقدر أسد هذا أولا وأرجع أفتحه. بعده موجود هذا أرجع أدوس عليه وأدوس كليك، ما تشوفون هنا بالضبط أدوس عليه كليك وهذا أطوله. هسه حيكمل الحساب مالتي على الفريمات الإضافية. مو مشكلة هاي، بس هذا مشكلة. هسه هنا مشكلة. هذا شغل اوتو واني باللاير مالته وليس بالكومبوزيشن. شو وقت تطلع ايدي. اوكي هنا اطوله، اوخر الاختيار منه واكمل على هذا الوضع لحد ما اكمل الفيديو كامل. اختار هاي المنطقة، هنا اختار لي القاع بالكامل، فادوس Alt واحدد الخارج مالته بهالشكل. لطيف. اصحح الاختيار اكثر وادوس سبيس واشوف شلون حيشتغل. عندي هذا الابهام ازيده وادوس سبيس. هسه كمل عندي 100%. اقدر ادوس فريز حيعالج لي 111 فريم. طبعا هاي حيطول، وتخيلوا لو كان بال4K ايش قد كان طول. الحمد لله اني عندي هاي الطريقة ونقلتها لكم، حيقلل وقت وحيقلل مجهود. وهسه اشوفكم شلون ترجعوا للجودة الاصلية
مع المحافظة على الروتو اللي سويناه، الروتو بروش والريفاين اللي سويناه هسه خلينا نشوف. كمل الفريز مالتي. خلينا نشوف اللقطة هنا مضبوطة جدا واقعية. اوكي هسه خلينا نجيب الفيديو اللي بالجودة كاملة، نسوي له دوبليكت ونجيب اللي فوق. اتأكدوا انه هاي الاعدادات موجودة عندكم، اذا ما موجودة بالتوجل سويتش تشغلوها. التراك ميت حقول له على اللو كواليتي اللي سويته هستوني. شوف الفرق موجودة. طبعا هذا انخفى اوتوماتيكيا، خذ طلعه قبل بعد قبل بعد. ويفضل الجو هم اخفيه يجي صار بالجودة كاملة. طبعا هو اصلا مغوش فماكو داعي، لكن في بعض الحالات حيكون غير مغوش. ف هاي المعلومة جدا تفيدكم، اللي هو تراك ميت. يعني الفيديو الأصلي يقصه على حسب القص مال هذا الفيديو اللي قصيناه هسه بالروتو. هسه نرجع على هاي اللقطة نسوي لها روتو همينة، بس لاحظ انه هي مقصوصة. فأشغل أداة الروتو، دبل كليك عليه، أبدي من الصفر يفضل، أختار هاي المنطقة وهاي، خلي أكبر البراش مالتي وادوس الت واخر الاختيار من المناطق اللي ما اريدها. طبعا بس اول لقطة والتعديلات، الباقي كله سهل. اشغل الفيديو، الاحظ السلكشن مالتي جدا لطيف، بس احتمال عندي فريم واحد غلط هنا. لا والله ما بي غلط، ماكو اي غلط. ادوس كنترول اس، اسيف البروجكت مالتي لان هواي اشتغلت بيه ما اريد يضيع. هنا انطي 2 وادوس سيف. اوكي هسه اسوي له فريز. جدا سريع. ليش؟ لان احنا رسمنا بس فريم واحد، لو كنا راسمين اكثر حيطول اكثر. ارجع للكومبوزيشن اشوف الفرق مالته شنو. يعني هنا من تفتح باب اباوع هنا على هذا الفريم وابدي اضبط. اولا كونتراست اخليه 40، شفت ايدج اقلله، الفذر ازيده بهالشكل، اضبط بيه لحد ما يبين عندي ممتاز. بهالشكل اشوفه كله زين. ادوس سبيس اشوفه شلون مشتغل. كملنا الفيديو. نرجع نشوفه من البداية. طبعا هو دا يعلق لأن الفيديو 4K خلفية، وفوقه هواي طبقات وهواي افكتات بيوتو. الحركة مالتهن جدا واقعية، عبالك زجاج ما بي أي احتكاك وإيدي قاعد تطلع قدامه، فشي ممتاز. بس أكو مشكلة بسيطة جدا لا تخافون، هو البياض مال الانعكاسات جدا قوي. فأقدر منه أضيف لك كيرف ثاني اللي هو للفيديو مالتنا، وهنا أقدر أتحكم بالإضاءة مالتي. أقدر أخليه هيك قليل منه ومنه عادي، منه عادي، يعني بس بهاي المنطقة قليل. لما تشوفون دا يتحكم لي بيها أقصيه شوية، لا هواية، قبل بعد قبل بعد، فشي واقعي أكثر. خلينا نقلله بعد أكثر بهالشكل لطيف. جدا جميل جدا لطيف. الظلال مالتي أريد أزيدها، فأقدر أتحكم بها منه، أقدر أزيدها بهالشكل، أقدر أقللها اللي يعجبكم. بس ألاحظ أنه أكو ظلال قوية من هاي الجهة. ليش هيجي؟ هل معقولة من واحدة من الإضاءات اللي احنا ضفناها؟ احتمال يكون بسبب هاي الإضاءة. أقدر أخففه من بلندر، أقدر أخفف هاي الإضاءة، أو أقدر أطفي الشادو مالتها اللي هو خل نجي بلندر
نشوف عندنا هذا الظل اللي هو جاي من هاي الإضاءة اللي ضفناها. خلنا نشوف إذا قللت القوة مالتها حيروح. نعم حيروح. فالسبب هي هاي الإضاءة، تقدرون تخففوها داخل البلندر أو توجهوها بطريقة ما يجي على المجسم بشكل كامل. بس هذا فتشي أبدا مو مشكلة، أبدا ما مؤثر على الفيديو. إذا أنتم مصرين تخففوها، خل نبدي نسولف على الماسكينج داخل افتر افكت. اوكي هسه اني اريد ابدي من هاي المنطقة، خل اتحرك لقدام وحختار اداة البان تول وابدي ارسم هذا الشكل هيجي. ايش حيسوي؟ حيمسح كل الاماكن الخارجية ما عدا هذا المكان. انا اريد لا بالعكس. يعني شلون بالعكس؟ عندي بالفيديو مالتي مع الظلال عندي ماسك، اقدر ادوس انفرت حيصير بالعكس. اقدر اتحكم بالنقاط هاي. اذا كنتوا مختارين الماسك باث نفسه احتمال بعض الحالات ما تقدرون تتحكموا به. هسه انا اريد اجي بالاداه العاديه مال الماوس اتحكم به، ما اقدر اتحكم به، فادوس على الماسك نفسه هسه اقدر اتحكم به، يعني على هذا المكان هسه اقدر اتحكم به. زين شو اقدر اسوي؟ اقدر انطيه فذر اللي هو تغويش هيجي قبل بعد، او خلينا نطفي الماسك مالتنا. خل نعكسه نشوف انه هاي المنطقه مسح لي اياها، واقدر اقلل الاوباسيتي مالته هيجي حتى اتحكم به. زين انا ما اريد اسوي الانفرت، حسوي اللي حطفي الانفرت واخليه سبتراكت يعني ناقص، فهيك من اقلل الاوباسيتي وازيدها نفس الشيء اللي يصير عندي. زين شلون اقلل هاي؟ اقدر ازيد الفذر. انا هاي الطريقه اللي استخدمها شخصيا، ازيد الفذر واجيبه هيك اقدر اتحكم بالتغويش مالته والنسبه مالته. يعني اقدر اخليه صغير مثلا حيندمج، اقدر اخليه اكبر حيوخر الظلال من هاي المنطقه بالكامل، فاقدر اخليه هيجي. زين المشكله انه ما يتحرك هذا الماسك، اذا ارجع لي ورا لو اتقدم لي قدام ثابت بمكانه. فاقدر اشغل ماسك باث ومن اتحرك لي قدام، هنا خلى لي كي فريم طبعا، من اتحرك لي قدام اقدر اعدل بيه عن طريق الماسك نفسه هيجي، اتقدم لي قدام وخليه هنا مثلا، اقدر ارجع لي ورا شويه اضبطه لحد ما اشوف نتيجه زينه بهذا الشكل. هنا راح زايد فارجعه لورا. هيجي نشغل الفيديو نشوف بده يحذف لي ظلال من هاي المنطقه. وتقدرون تتحكمون به بشكل اكثر طبعا. اذا ادوس شيفت واحرك حيلتصق لي بالكي فريمات، فهيك افضل اقدر ازيده من هاي المنطقه اذا تريدون. بهذا الشكل ممتاز. عندي بعد خيار اسمه ماسك اكسبانشن اللي هو يوسع الماسك مالتي. يعني هسه اذا زيده حيتوسع لحد ما يحذف كله، ولما اقلله حيصغر لحد ما يختفي، فاوصل لمنطقه زينه يعني واكتفي. هسه انا هيجي واكتفيت. اشوف الفيديو مالتي ممتاز بظلال لطيفه، بتغويش مال حركه، بتراكينج ممتاز، بروتوسكوبينج ممتاز. طبعا لو ايدي ما كانت مغوشه كان الروتوسكوبينج حيصير افضل بهوايه، لكن هو حاليا جدا زين. فهيك انا كملت على طول 16 ثانيه، فانسخ هاي 16 لان بعدها ما مرة ندور اني اي شيء، فانسخ هاي 16
روح على بروجكت، رايت كليك، كومبوزيشن سيتنجز، الصق الوقت هذا، هيك الفيديو مالتي صار على طول هذا الوقت. وانا كملت الفيديو. خل نجيبه ونلزقه بالرندر كيو، نخليه بجودة طبيعية ومتوسطة، انطيه اسم، اقول له فاينل 2 بالفولدر مالتي، ادوس سيف وادوس رندر. هيك حيوان دولي فيديو كامل، راح اخلي لكم الفيديو بالنهاية حتى تشوفوه بنفسكم. إذا وصلتوا لهاي المرحلة وكملتوها بالكامل، طبقتوا كل الخطوات بشكل صحيح، أهنئكم 100% صارت لكم مشاكل، 100% أنتم حاليا قاعد تعانون من مشاكل. الجروب موجود بمساعدتكم، وعن طريق المشاكل أنتم حتتعلمون. إذا ما صارت لكم أي مشكلة يعني أكو خلل. بعض الكورسات يطبقون على مواضيع جدا سهلة، مثلا يطبقون على فيديو بشاشة ثابتة أو خلفية ثابتة أو كاميرا ثابتة، بدون أوتوسكوبينج، بدون انعكاسات، منطقة مفتوحة خلينا نقول حتى يكون أسهل. أنا بهذا الكورس طبقت لكم كل شيء صعب، شو شيء صعب موجود بالدنيا طبقت لكم إياه. وهذا أفضل لكم طبعا حتى تتعلمون بشكل أفضل. وأنا هسه قاعد أسولف وياكم حتى أختصر وقت وكمل الفيديو، خلينا نشوفه. الله، طبعا لو ما عنده فيديو بجودة 4K طبعا حيكون أفضل، لكن حاليا جدا ممتاز، واقعي جدا. نشوفكم بالجزء الجاي، راح تصممون أصعب تصميم بحياتكم. احتمال تعانون، لكن بعدها لما يجيكم كلاينت يطلب منكم أي طلب راح تعرفون تنفذون الفيديو بطريقة مضبوطة جدا، ترفعون اسمكم، تزيدون أسعاركم، وأتمنى لكم كل التوفيق بمهنتكم ب 3D طبعا. نشوفكم بالجزء الجاي.